اليوم جبت لكم وصفة مميزة وبسيطة في نفس الوقت، جراتان السلق بكريمة الجبن بطبقة ذهبية مقرمشة وقالب طري يذوب في الفم. إذا حابين تعرفوا سر القوام مثالي والنكهة الغنية اللي تخلي أي واحد يطلب زيادة، خليكم معايا للآخر لأن راح نشارك معكم كل تفاصيل خطوة بخطوة. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي كيفاش جات معسلة، شوفوا لي كيفاش جات تشهي. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتردوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا كيفاش معسلة. هنا كنت غسلت السلق نتاعي. السلق هذا كاين انواع، كاين هذا كما نقولوا احنا العربي وكاين الفرنسيس. هذا يجي شويه العروق تاعو قاسيين. اذا كنت راح تطيبوه بالطريقه اللي حنطيبها انا عادي، نحو هذوك العودان اغلبيتهم يجوا يابسين ياسر، لازم يتفوروا ويشدوا وقت طويل باش يطيبوا. انا هنا كنت درتهم في طنجره، درت هنا الزيت وسخنته مليح مليح، ومن بعد ضفت السلق تاعنا. كما تشوفوا اغلبيه السلق اوراق، يعني نحيت هذوك العودان تاع السلق لانهم مش راح يطيبوا، راح يشدوا لي الوقت برك. شوفوا هنايا كان ديجا، شوفوا عنده ميم با زوج دقائق بدا يذبل لي السلق نتاعي. خليه يطيب في غرضو نغطيه. هنا كنت ديجا قطعت البطاطا تاعي الى مربعات، نقليهم نديرلهم ملح ونقليهم. هنا كنت في مقله درت الزيت، نضيف هنايا عندي البصله مقطعه الى مربعات صغار، نقليها ونخليها تذبال شويه برك، ومن بعد نعاود نكمل باقي المكونات. هنايا ما ضفتش الملح لانه اغلب المكونات جايه راهم فيهم الملح. هنا كنت ضفت سنه تاع ثوم سكرفجتها، وعندي هنايا فلفل حار مقطع الى مربعات. هذا راح يضيف نكهه خاصه وشويه يعطي حراره حاجه خفيفه، مش ماهوش حار ياسر هذا النوع تاع الفلفل. كما راكم تشوفوا هنا نغليهم على النار، نخلي البصله تاعي تتكرمل. كما راكم تشوفوا هكذا، ما تتكثرش تطيبوها ياسر، خلوها بهذا المنظر هذا جاي ذهبي. هنا كنت ديجا ضفت الدجاج كان عندي مغلي من قبل، فتتو وضفته للبصل تاعنا. بعد ما تغلى وطابوا مليح ضفت هنا ملعقه كبيره من الجبن الذائب. هذا جبن مش تحضيره، لانه تحضيره شويه مش صحيه، انا نستعمل ديما الاكل الصحي. منين ذاك نستعمل الجبن الاخر. هنا كنت قلت لكم ضفت الفرماج على هذا هو السر اللي يخلي الجراتان تاعكم معسله، هي هذه المغرف تاع الفرماج. ومن بعد راح نضيفوا ثاني كريمه تاع الجبن، هذه كي تجي من بعد في الجراتان. اما هذه اللي حتخلي الدجاج تاعكم مقلي مليح في نفس الوقت طري. هنا بعد ما قليت البطاطا وقليت الدجاج خليتهم على جهه وجهه الحشو. هنا كنت راح نحضر الكريمه تاع الجبن. كنت درت مغرف كبيره تاع مارغرين ذوبتها، ومن بعد نضيف لها كاس تاع حليب، كاس كبير، ونضيف ملعقه كبيره تاع فرينه. كما راكم تشوفوا هنايا ضفت الملعقه تاع الفرينه، ونحرك المكونات مليح مليح قبل لا نحطهم على النار هما باردين، حتى يمتزجوا مليح باش ما تكلكليش وما تشكليش حبيبات في الكريمه تاع الجبن. بعد ما تغلات الكريمه تاع الجبن واختارت شويه، ضفت لها هنا الفرماج. كما راكم تشوفوا ضفت كميه كبيره تاع فرماج. هنا كنت ضفت فرماج تاع نابولي ولا بيبي نسيت، هما في زوج تحضيره ماهمش فرماج طبيعي. ومن بعد ضفت هنا فلفل اسود ملعقه صغيره، ملعقه صغيره تاع ملح. منش نكثر في الملح علاه لانه الفرماج مالح، هذا مالح، والفرماج الاخر اللي ضفته ذائب هذاك مالح. بطاطا مالحه والحشو شويه فيه ملح، زعما مانيش نضيف الملح ياسر لانه راح يجيك مسلق ديجا يجي مالح هو، يعني راح يجيكم طبق مالح ياسر اذا كثرتوا الملح. هنا نصيحه ما تكثروش الملح. شوفوا كيفاش راني ندير، بديت بالحشو الدجاج ولا البصل ضفتهم للكريمه تاع الجبن. علاه؟ لازم الحشو تاعي يمتص هذيك الكريمه مليح مليح، ونضيف الحشو تاعي بالتدريج به كل مكون ياخذ حقه في التفرميج. هنا كنت ضفت البطاطا بعد ما قليتها. شوفوا كما راكم تشوفوا، كما قلت لكم ضيفوهم، ضيفوهمش دفعه واحده، ضيفوهم بالتدريج كل وحده تدي حقها كما قلت لكم. هنا بعد ما طاب لي السلق صرته وخليته برد مليح، ومن بعدها هاني ضفته في الحشو تاعنا، هو المكون الاساسي. هنا كما راكم تشوفوا انا ما كثرتش لانه الطبق تاعي افراد العائله ما مش ياسر، يعني اللي عندهم افراد عائله ياسر يضيفوا اكثر من ربطه تاع سلق. انا كنت درت ربطه واحده تاع سلق، يعني كل واحد يدير على حساب الافراد العائله.
هذه كمية لبس بها. هنا كما راكم تشوفوا، هنا بعد ما تخلطت المكونات تاعي، شوفوا كيفاش راها تتلاصق، ولات كأنها جبن كما اللي نشوفوها جبن طري. شوفوا كيفاش راها معسلة، شوفوا كيف راها تتلاصق. دوكا نحكموا البلا تاعنا، درنا فيه بابي كويسون كيما راكم تشوفوا، علاه باه ما تلصقليش في البلا من تحت وتحمر لي مليح، وكي نجي نحد تكون سهله في النزع من البلا. كيما راكم تشوفوا نظفت الحشو نتاعي. صدقوني والله بنين 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 لدرجه ما تخيلوها. جربوه، ردوا لي واعطوني رايكم في التعليقات. هنا من بعد ما كملت، هنا حكمت هذا الجبن، هذا جبن طبيعي موتزاريلا وشيدار في زوج مع بعضهم دايرينهم في هذا المربع. هنا كنت سكرفشت الفرماج نتاعي. على هذا الفرماج راح يعطي بنة ونكهة قوية للقراطة نتاعي، وراح يعطيه تحميرة مليحة. حاولوا انكم توزعوا كامل الفرماج على كامل الحواف تاع القراطة نتاعكم كيما راكم تشوفوا كيف راني ندير. كونوا هنا كنت ديجا درت الفور تاعي يسخن على 180 درجة. ندخل القراطة نتاعي طيب من تحت لمدة ربع ساعة، ومن بعدها نشعلها من فوق تتحمر. شوفوا لي ذاك التحميرة، شوفوا لي ذاك المنظر كيف هي شاهي. نكون وصلنا لنهاية وصفة اليوم. إذا عجبتكم قراطة السرق بكريمة الجبن وحبيتوا النتيجة، ما تنسوش ديروا لي متابعة للقناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل وصفات الجديدة. وأي استفسار ولا أي سؤال خلوه لي في التعليقات، راح نكون عند حسن ظنكم ورد عليكم كامل إن شاء الله.